جحا المصري شايفينه، ده حمار اللي انتوا عارفينه. ادي جحا المصري شايفينه، ده حمار اللي انتوا عارفينه. جاي وضحكته في شفايفينه، شبه وحبايبه وزفينه. هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا، هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا. من نارنا ونارا يا جحا، هزلك وهزار يا جحا. ده بتاعنا وما احناش سالفينه. احيا جحا وتحيا سفينه. انا هعد من 1 ل5، يا اما تخلوا الساحة يا اما هتندبحوا كلكم في الساحة. 1، محدش يتحرك يا احباب. 2. يابا انا خايف واتبليت. انا مبلول من الصبح اثبت يا جبان. 3. جحا اظهر كراماتك يا جحا، احنا في عرضك. بلاش نموت مذبوحين يا جحا. 4. منك لله يا جحا، هتودي الناس في داهية. 5. هجوم. سيف يا مادي. ماله؟ اختفت نتيجة. يعني ايه الكلام ده؟ وسيوف العساكر. ظهرت كراماتك يا جحا. انا قلت يندبحوا. يندبحوا بايه؟ سيوفهم اختفت العساكر. سلاحهم راح. انت اللي هبتك راحت وقيمتك بقت في الارض. من النهارده انا اللي هبقى الوالي وهبلغ خالي السلطان، وانت يا بتاع الدرك كل الاوامر تاخدها مني. انا اللي ههدد دول.
على قوة الله على اللي حصل يا عنابة. طمني يا جحا، في ايه؟ الحمار دلوقتي هم. سيبوني مع الحمار، محدش يدخل عليا. يا لهوي، سيبوني مع الحمار والحمار اهم. ايه اللي جرى يا ولد؟ اللي جرى؟ اسمعي الناس بره بتقول ايه وانت تعرفي ايه اللي جرى. شحيبر سيبني اخش، انا عايزه اشوف صاحب الكرامات بعينيا. مش هينفع تدخلي يا ابو غاش، عنده اجتماع مع الحمار. يا شحيبر ما تبقاش ملوع زي امك. قلت مش هينفع تدخلي. يا ود انا جايه بحب ابوك يا ولد. في حب مين يا حبيبتي؟ في حبه. انا لابسه الابيض في ابيض عشانه يا ام شحيبر. ده طلع ولي بجد، ولي بجد. بركاتك يا ابو الكرامات، بركاتك. ممكن تفهمني ايه اللي حصل ده بالظبط يا زقزوق؟ انا مش مصدق، دي كدبه، لعبه لعبناها سوا، زي قلبت بجد يعني انا بقيت ولي بجد يا زقزوق؟ رد عليا بلاش غلاسه. رد انت الاول، ازاي سبت الناس تروح برجلها للموت؟ خلينا الاول في اللي حصل ده، حكايه سيدنا الولي. كنت بعت الناس يتذبحوا يا جحا. اهو ده كلام بقى ما يقولوش غير حمار فعلا. ما كنتش رحت لهم بنفسي. رحت بنفسك عشان تموت؟ لا بصراحة رحت وانا معتمد على الخوف اللي كان ساكن جوايا العمر كله. عشرة عمر فهمته ودرسته كويس قوي. افهم يا حمار، الخوف لما يبقى بين اتنين لازم يسكن حد فيهم، يعني يا تخاف يا تخوف. انا بقى كل اللي عملته ان انا طلعت الخوف من جتة الناس الغلابة حطيته في جتة الاكابر. يا واد يا حكيم، قربت تغلب الحمار. خلينا في اللي ما كانش يخطر على البال ولا على الخاطر ده، انك بقيت ولي ومبروك. امال السيوف راحت فين؟ يعني عايز تصدقها يعني؟ حصلت قدامك قدام الكل ولا لا؟ وبلاش تناكفني. خلاص صدقها، بس انا برضو مش مسؤول لو صدقتها. حلو بقى سايب الناس بره وسايب عليا الست بغاشه وقاعد تتكلم على الحمار يا جحا. اسمي سيدنا الولي، الفقير لله يا جحا، صاحب الكرامات. اوعي تغلطي فيها، واللي يغلط فيها هو حر. سيدي تعالى شوف كهن النسوان. بركاتك يا سيدي يا صاحب الكرامات. شيل ايدك يا بنت، شيل ايدك. سيبيها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جايه ولابسالي. امال عايزها جايه قلعلك؟ لابسه ابيض في ابيض زي الملاك. شافت الحقيقه قلبها زقطت كما قلبي. صدقتك يا اخويا صدقتك. ويا اختي كان قبل كده كذاب. الكذب خيبه يا ست عنابه. انا كنت فاكراها كده لعبه وصحت. لعبه؟ انت عايزه تقل قيمتك يا راجل. اذا كان هو نفسه كان شايفها كده، لعبها على انها كده، طلعت مش كده. هو مين يا راجل؟ جحا المسكين اللي كان شوفه على قده، ما كانش عارف انه ولي اصلي. اصلي يا سيدي اصلي، وحكايته سيبت مفاصلي. وهو لا وانت ولا لعبه مع حانوت يا ابو غاشه. هو في ايه؟ انتوا مالكوا في ايه؟ سامحها يا سيدي سامحها، اصلها ما شافتش بعينيها اللي حصل هناك لما سيوف العسكر بلعتها الارض. بس انت شفت يا ابو غاشه، شفتي بعينيك الحلوين دول. اتبارك في ايدك. بوسي يا بنتي. يمكن ايدك التانية. خد راحتك على الاخر يا ابو غاشه. لا يا ضحى هموت. افهمي يا قليلة الفهم، دي علامة تانية من علامات سيدك الولي صاحب الكرامات. لما ابو غاشة اللي اسمها ابو غاشة تخلع وتلبس ابيض في ابيض. وهترقصي بيه يا اختي؟ لا خلاص من الليله بطلت. لا ليه تبطلي؟ ليه؟ حد قالك بطلي؟ طب انت عايز نعمل ايه؟ استني لما اشوف الهامي هيقول لي ايه. طب لف كده يا ابو غاشة. ها؟ لف. من الناحية التانية يا بنتي. لا انت ترضى لي ابو غاشة، ابو غاشة للكل.
نعمة من عند ربنا. نعمة ترفصك وترفضها. عنابة. الله يا ست عنابة، لا انا عايزه ارقص ولا اغني. امال عايزه ايه يا وليه؟ ارقص انا؟ خلاص انت تخليكي هنا في البيت جنبي. يا ريت حواليك خدامتك وتحت رجليك يا سيدنا الولي ومن اتباعك. على جثتي على جثتي. حرام عليك يا ست ام شحيبر، خلي في قلبك رحمه يا اختي، خلي عندك انت دم. خلاص يا باشا، خليك انت بين الناس فراشة طايرة تنقل صوتي لكل الناس، صوت سيدك الولي صاحب الكرامات. ازاي ده يحصل قدام الخلايق يا بار؟ والله يا مقدم طول الوقت شايف السيوف مع العساكر ومعايا ما اعرفش راحوا فين والله يا مقدم. يعني ايه هيكون مين خدهم يا معطل؟ ده شغل جان بقى. ما تجننيش انت وتقول لي جان ايه يا بتنجان؟ جان ايه وتقول لي ان انا عصبي؟ انا هادي اهو، دي لعبة ولعبها مرمغ بيها كرامتي في التراب قدام الوالي الأهبل ومراته المجنونة جمارة قدام كل الحوش. والله يا مقدم ما كل حاجة كانت حاصلة قدامك وقدامي، السيوف كانت معانا أنا والعساكر، هوب فجأة بصيت لقيت اختفت. عذب عليها جوحة ما تقوليش عذب ده ايه يا هبل يا عبيط؟ عذب كتكنينة في خيبتك، ما انتش مكسوف من نفسك وانت واقف قدامي وشايل جراب سيف فاضي. اسمع انت والزبالة كلهم اللي معاك مش نافعني كده. طب خلاص بقى شوف واحد تاني غير يا مقدم. يعني ايه انت بتهددني يا كلب؟ ما انت اللي هنا بلسانك يا مقدم. الله هعمل ايه؟ انا عاوز ناس ويايا، انا في مصيبة. لا ده مش عبيط ابدا، ده هزم كل العسكر قدام كبير البلد. انا اتهزأت. ايوه انا اتهزأت. اسمع انت، امرك يا مقدم. خد كل عسكرك وروح راقب كل حتة في البلد، ومش كده بس، أؤمر البصاصين يخرجوا كلهم يراقبوا دبة النملة في دار جحا، ومش جحا بس، لا، يراقبوا كل شخص له صلة باللي اسمه جحا التعبان ده. نفذ بسرعة. طلباكي من بدري تجيبي لها القماش. اتأخرت عليك يا جميل، معلش. انا خلاص كنت هدخل مكانك واستلقى وعدي من الغولة. هي يعني منى الغولة دي مستعجلة على ايه؟ لا يهمها ولا عايزة تشوفه، اهي منظرة على الفاضي. كان لازمته ايه يعني يجيب عيل ما هيش حاسة بيه عشان يبقى الوريث؟ يورث الولاية دي يعني؟ لا، السلطنة. خالها السلطان مقطوع الخلف. خالها؟ يا بخت من كان السلطان خاله. انما انت اتأخرتي ليه؟ جحا يا اختي سيدنا الوالي. هو انت كمان عرفتي؟ امال لو كنت شفتيه بقى. هشوف ايه؟ حد يتلائم على ولاد اللقمة اللي هنا برضو. يتلائم او بجد؟ اهي حيطة تسند الغلابة يا قمر وخلاص. هو فاكر ان الغلابة هيسندوه، لكن انا قلت له هتيجي على دماغهم وهيروحوا في داهية كلهم. يا حبيبتي جمارة، طب اديني فرصة وهتشوفي انا هولع لك في البلد دي ازاي. انا هخليهم يركعوا قصادك، هتشوفي وش تاني لبقتمر، وش مرعب. كان فين ده من الاول يا بقتمر؟ كنت مخبيه تحت العمة؟ يا حبيبتي انا كنت ملهي في غرامك. بطل هبل، خلاص انا لازم ابلغ خالي باللي حصل. لا انا في عرضك، اوعي. انت ايه اللي جابك هنا؟ قالوا لي اجيب لك الامير يا ستي. انا ما طلبتوش. هم قالوا لي كده يا ستي. طيب خلاص خليكي واقفه. اسمع يا بقتمر، نعمين روح تحت امرك. عايزني ما اقولش لخالي باللي حصل؟ تجيب الكلب ابو لسانين اللي اتجرأ وهزقك ويتعلق من لسانه على باب القصر. لا ما ينفعش، ده بقى والي وليه كرامات. اخرسي. خلاص شفت ادي النتيجه يا كبير البلد. ماما اصل هو فعلا والي وليه كرامات، انت ما شفتيش؟ شوف العساكر في بقتمر غور من قدامي وغور انت كمان. امال مولانا فين يا عناب؟ نايم في الخلوة من المغرب. ايه ده يا واد؟ دي كلها حاجات من احبابه يا عنابه،
فطير من عند الفطاطري، وكباب من عند الكبابجي، وزلابيا من عند الشربطلي، وكمان سمك مقلي. بس انت بقى قولي له ان الحاجات دي كلها شحيبر اشتراها من السوق. ابوك خلاص يا واد، ما بقاش حد يقدر يضحك عليه. ابوك بقى مكشوف عنه. خالة عنابة يا شحيبر. قمر، عايزه ايه يا بنت؟ مساء الخير الاول يا خالة عنابة. يسعد مساك يا جميل. جميل؟ دي جميل يا واد؟ امال انت تبقى ايه يا ضرايا؟ يا واد ايه اللي عاجبك فيها دي يا واد؟ معلش يا قمر، القرد دايما في عين امه غزال. فاشر يا اخويا، ده انت جبلايه. بت اوعي تكوني جايبه اخبار سوي زي كل مره. حكمة ربنا. بصي بقى، هو يا بت قولي بسرعه الاكل هيبرد. الوليه المجنونه راسها والف سيف تعلق راس جحا على باب القصر. مرات الولي؟ يا مصيبتي، مش قلت لك جايبه مصيبه؟ استني بس ياما لما نفهم ايه الحكايه. قمر بالراحه كده وفهمينا ايه اللي حصل من غير ما نعلي صوتنا عشان ما نصحيش مولانا. مش باين. الحقوني يا غلا. ده بيحلم ياما. ما انا عارفه انه بيحلم يهبل. اصحى يا ضحى. رفعت. حاجة كبيرة أوي ينطبق على نفسي. وكنت شايله لوحدك يابا؟ طبعا رفعته بإيد واحدة. شغل أولية بصحيح. وحياتك يا مش حبر، بلاش تاجن البتنجان بالليل. من عينيا يا اخويا. هي البت دي اللي فولت عليك. ازيك يا بنت يا قمر؟ قمر بلاش تقولي له والنبي. لا انا هقول واخلص ذنبي. قولي يا حبيبتي قولي. ناويين يخلصوا منك يا جحا، هيعلقوك على باب القصر. هم مين دول يا بنت يا حلوه انت؟ ايه يابا في ايه الله؟ هم مين دول يا قمر انت؟ اللي انت ولعت الدنيا حواليهم، واحتمال كمان يبعتولك شر بعساكر. يا اهلا يا اهلا وسهلا، ده يوم المنى. انت بتقول ايه يا جحا؟ شر المخب غراب لو لسه عايش ما طقش من جنابه بعد خيبته وفضحته اللي بجلاجل يجي لي اهلا وسهلا، يلم كل العسكر ويجي لي هنا لو راجل. ده بعضه ما يقدرش يابا. طبعا يا هلا. الناس هتمسكهم تكسرهم. الناس الغلابه حته مايله يا جحا، فوق يا جحا. ولا قول لابوك يبطل يتغر قوي كده ويبص حواليه كويس. حاضر. قول له انا دلوقتي ولي يا بنت مستكه، ولي بجد مش هزار. كاتك خيبه، ده انا كنت ابتديت اصدقك في الساحه صحيح. استني يا بنت مستكه، زي ما اتاكدت النهارده اني ولي وبجد اتاكدت برضو ان الغلابه دول مش حيطه مايله زي ما بتقولي. انا وانت منهم وعارفينهم. خلاص الغلب كسر نفسنا وبقى سهل عودنا يتكسر في ايد القوي. انت يا بنت مش كنت هناك في الساحه؟ انا على فكره سمعتك بوداني دول وانت بتدعي عليا. وكمان دعت عليك؟ لا ما حصلش. حصل ياما، بس الكلام ده قبل السيوف ما تختفي. انت مش شفت بنفسك الغلابه دول اللي بتقول عليهم عملوا ايه؟ دول حيطه مايله ما تسندش عليها مره ومش هتعود. وزمان دلوقتي الكبار بيرتبوا يدقوا الخوابير، مش هيسكتوا يا جحا. مين يا شحيح؟ ده خدام جايب رساله. من مين دي يا ابني؟ من سيدي يا سيدنا. من مين يابا؟ تحب تعرفي من مين ومكتوب فيها ايه؟ بعدين روح يا ابني قول لسيدك اللي عايز التفقير لله جحا لازم يجيله لغايه عنده. اللي عايزني يجيني، انا ما بروحش لحد. الله الله الله، انتوا قاعدين لي هنا كأن مفيش مصيبة حلت بينا يا حبايب. مصيبه ايه كفالة الشر؟ اتفضل يا مقدم شر. والقاضي كمان هنا قاعد وسط الجواري. يا سادة يا أكابر، اللي حصل اليوم هز كل شيء من فوق لتحت. جربوع لعب بينا وبيكم، وانتوا قاعدين لي هنا قعدة أنس وفرفشة. اقعد بس يا راجل. طبعا هقعد واشرب والعب معاكم على الجواري كأن مفيش حاجة حصلت. مش كده؟ لا لا يا سادة،
شيل طعام ده يا شهبندر ومشي الجواري دول من هنا. احنا لازم ندبر امورنا قصاد الكلب ده. مش لما يجي ويشرف؟ ومين اللي هيجي ده؟ جحا يا مقدم. القاضي بيتكلم جد يا شهبندر. جحا جاي فعلا. سيدي الشعبندر عملت ايه؟ رفض، قال اللي عايز الفقير لله جحا يروح البيت لغايه عنده. شفتم يا اكابر؟ كمان رفض دعوتك ليه؟ روح له تاني وبلغه ان احنا جايين له بكره. استنى يا خادم. مالك يا شر؟ ما دام انكسرت انت وعسكرك قدامه سيبني انا اتصرف. عايزين تروحوا الظروف والناس تقول ايه؟ اكابر البلد. لا امال نسيب الرعاة يتفقوا معاه علينا. طبعا شموا نفسهم بسبب سجوحة. انتوا كده هتضيعوني وهتضيعوا هيبة والي المدينة معايا. انا بنقذكم كلكم قبل كل شيء ما يقع والفوضى والرعاع تسد. يابا يابا اصحى يابا، اصحى يابا، شوف في ايه. اصحى يابا، في حمير متلتله بره. يابا قوم، في مصايب بره. مصايب ايه يالا؟ قوم بص، اكابر البلد كلهم بره في حارتنا العدمانه يابا. وصلوا؟ ايوه وصلوا. قوم يلا استقبلهم بسرعه. مستقبل ايه يالا؟ روح يلا خليهم قاعدين في الصحن لغايه ما اخلص الخلوه براحتي. خلوه ايه يابا؟ قوم استقبلهم عليه. يا شعبر نفس اللي بقول لك عليه وبالراحه على اقل من مهلك. حي يا قيوم، حي 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 يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم. الخلوة طولت قوي. لما يجيله الاذن يا اخوانا. وهيجيله الاذن ده امتى يعني؟ وشك مش غريب عليا يا شحيبر ابن سيدكو الولي. كنت باجي وكالتك واقعد اشيل من الصبح لحد المسا لما ظهري اتقطم، وكل ده كنت بتديني 3 دراهم، وساعات كمان كنت تقول لي بكره. معقول يا حامد 3 دراهم؟ ده انت ولا شولح. امرك يا سيدنا. اتفضلوا، بس ايه دخلوا هدايا الاول. لا الهدايا لا، هو اذن بدخولكم انتوا بس، الهدايا هتفضل عندنا. طيب اتفضلوا يا كابتن. استنوا يا اخوانا. الله، البخور يا مرات سيدنا الولي. حسبي الله حسبي الله. قولوا لي بقى جايين ليه بالصلاه على النبي؟ اول طلب لينا يا سيدنا الولي انك تقبل الهدايا اللي بره دي وما تردهاش. دي هدايا متواضعة يا سيدنا الولي. وليه جايبين هدايا متواضعة؟ المفروض تبقى هدايا تليق بالولي، مش زي الهدايا اللي بتدوها للي اسمه شر المخبي غراب. ما تضحكوا. ولي بس عسل. نرجع مرجوعنا بقى للسؤال المهم، ايه سبب الزيارة الكريمة دي؟ يمكن عايزيني ادعي لكم ان ربنا يوسعها عليكم كمان على قد ما بيضيقها على الغلابة المساكين دول ان شاء الله يفطسوا. حاشا لله يا سيدنا الولي. كل اللي احنا طالبينه حاجة واحدة بس، بركاتك تتوزع بالعدل. الله عليك، طلب بديع. ومن مين؟ من اكبر اكابر البلد. ممكن بقى تشرح للفقير لله جحا ازاي بالعدل تتوزع البركات؟ يا سيدي صبرك. الله، معلش اصل الحمار عايز يفهم ويانا. قول يا شهبندر قول. اقول لمولانا ولو انه مش محتاج لقول، ان كان العوام عندهم مشاكل وقلبك الحنين يا مولانا حن عليهم، احنا الكبار برضو عندنا مشاكل يا سيدنا ومولانا. ايوه بس انا لما مت يا زرزور رجعت تاني عشان خاطر الغلابة، عشان الجماعة دول. بيكلم الحمار.
انما انت رجعت من الموت ازاي يا جحا؟ وده وقته حرايق. شوفوا يا اخوانا، بصراحة بقى انا لما مت رجعت من الموت عشان هم الغلابة. ازاي اسيب هم الغلابة وابص لكم؟ ما احنا بنقول توزع بالعدل بين الكل. سألتك ازاي؟ قول يا شهبندر واختصر عشان تجيبني خلقه ده. من الاخر يا ابو البركات، لو العوام كترت احنا برضو الاساس. فوتها. يعني ايه بقى انتوا الاساس؟ يعني لو حال السوق وقف الكل هيتعب، كبار وصغار. ولو حال السوق اتعدل الكل هيلاقي شغل ولقمة عيش. واحنا بقى في ايدينا العجلة ندورها ونحمي الكل. طب ولما انتوا العجلة وانتوا الكبار، ليه يا كبار سايبين دكاكين الصغار تتحرق بالنار؟ عشان قصر مرات الوالي الولية المجنونة اللي ما يقدرش عليها غير ربنا. وانتوا يا حامد مالكوش مصلحة في حرق الدكاكين؟ ده احنا هندفع دم قلبنا للقصر وتكاليفه يا مولانا. وليه احنا نسكت على حرق الدكاكين؟ كنت مستني تقولوها قبل الحمار. سبقت الحمار يا كبير. طب وشرف سيدنا ومولانا لا نبني الدكاكين تاني على حسابنا. والقصر يا شهبندر القصر. رد على حامد يا شهبندر، ازاي هتصلحوا الدكاكين وانتوا بتبنوا القصر؟ مش هندفع ولا سحتوت للقصر. هياخدوا من الغلابة ويخلوهم يكعوا دم قلبهم. ما يدفعوش. هيجرجرهم شر على زعيتر، يحبسهم ويسود عيشتهم. يقولوا الشهبندر قال انه هيدفع عنه. انت بتقول ايه يا ابو العز؟ ما هو لازم مولانا يصدق اننا كبار عشان يسمع مطالبنا. اهو كده ثبتت الرؤية. دلوقتي انا شايف قدامي كبار البلد، اكابر الناس. ما هو بقى المفروض انك انت تبص لنا. وبكده بركاتك تحصلنا. بسم الله الهادي. ها، اول شيء محتاج بركاتك اسعار السوق. ايوه بس دي شغلة المحتسب يا كبير السوق. بس انت الكبير والكل لازم يسمع اللي انت بتقوله. يعني احدد الاسعار بالعدل. ايوه بس يعني تسترشد بخبرتنا وتتنور بحنكتنا في شغل السوق. استرشد دي تخوف شوية. ما علينا، المحتسب هيطيع. المحتسب والناس كلها لازم تطيع ما دام الكلمة من سيدهم. طب والجابي والضرايب اللي حصلت الابائيب؟ كل اللي تؤمر بيه، بس ناخد وندي فيه. انا عارف يا زقزوق انها مهمة صعبة جدا. ربك هو المعين بقى. ايه تاني يا كابر؟ داعت بينا الوكايل يا مولانا. يا مفرج الضيق. ويلزمنا مكان يا مولانا. وبكلمة منك الناس يخلوها على طول. المكان ده بقى حارة الحدادين. ايه ده؟ عرف من ايه؟ من الكهف. قلت ايه يا ابو البركات؟ قلت ايه يا ابو البركات؟ قلت ايه يا ابو البركات؟ قلت نبدأ بتصليح الحوانيت ونكفي على خبر القصر مجور. وحارة الحدادين يا مولانا الوالي. بعدين يا حبيبي بعدين. بكلمة منك يخلوها قلنا. واحنا راح ندفع. خلاص الخيل وأوانها آن. يلا الكلام بعدين. اتفضلوا يا كابر. وسع يا ابني انت اهو. اتفضلوا يا كابر الناس كلها. نورتوا دار صدقوا الولي. يلا يا ابني انت اهو. يلا من هنا كل واحد يشوف مصلحته. يلا ربنا يكفينا شر عينيكم. يا وعد يا مسكه، يا وعد على الهدايا، وكلها تحت امر الست قمر، ست الحاره كلها. تعملي ايه عندك يا مستك؟ تعالي ما افطرك قبل ما اروح القصر. ولا قصر ولا غيره، انت من النهارده هتتجوزي شحيبر. يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. دي جمال محمله وبلاوي متلتله، واكابر البلد لساهم خارجين من عنده. جحا يعني. والموكوسه عنابه بقت في امله، واحنا هنقف نتفرج؟ عشان كده يعني عايزه تجوزيني شحيبر يا مستكه؟ قبل ما واحده تانية تلحق وتلهفه، ده هيبقى عندهم فلوس متلتله قد كده على قلبهم. واحنا مالنا؟ ايه واحنا مالنا دي؟ انا راح اخطب لك. تخطبيني بين بس يا وليه؟ شحابر. بقول لك ايه، انت عايزه تجننيني؟ اطفش يعني؟
يا عم ابو السعد سيبني مش فضيله. يا واد انت لابوك عشان نشوف الدكاكين. بعدين يعني ايه يا شحيبر؟ يعني بعد اللي حصل في الساحه وبعد العسكر ما اتكسروا بقى خلاص نفتح الدكاكين. لازم يحضر وتحل كراماته ويحميهم، فاهم ولا؟ ايوه عشان يشوفنا واحنا بنصلح الدكاكين. وصلح الدكاكين بايه وانت مفلس يا ابو السعد؟ مولانا ظهر يا ولاد. كمل كراماتك يا بوحة. اظهر بركاتك يا بوحة. خلاص الله. ايه يابا ايه اللي خرجك؟ هو احنا ما وراناش غير الناس دي بقى ولا ايه؟ عايزين نفتح الهدايا ونشوف مصالحنا ومصالح الخلق يا شحيبه. دلوقتي احنا عايزينك معانا يا جحا. جحا خلاص باعكوا اللي اتفق معاهم يا عم ابو السعد. بتقولي ايه يا قمر؟ بتقولي اللي شفناه. جم وغرقوه بالهدايا وجمال محمله من كل صنف ويمكن كمان اكياس ذهب. يا باي يا باي يا باي يا باي، حصل بجد ده يا جحا؟ تقصدي ايه يا بنت انت بالكذب ده؟ تقصد ان الاكابر اشتروني يا ابو السعد؟ تقصد ان سيدكم الولي بقى دلدول عند عيان البلد؟ مادام كسروا عينك. حد فيكم يا اولاد يصدق ان الفقير لله جحا في مخلوق في الدنيا يكسر عينه؟ امال جم ليه؟ وخدت الهدايا منهم ليه يا جحا؟ ندمك يا ولد. حاضر يا عنابه. يا عنابه. نعم يا مولانا نعم. هاتي كل الهدايا اللي عندك فريها على خلق دول كلهم عشان تبقى تتبط وتهمد بنت مستكه. لا على جثتي ومقامك الغالي ما حد ياخد سنتوفه. ايه يابا ده خير وجاي لنا. يا ناس دي مالها ومالنا؟ لا حول الله. جرالك ايه يا شحيبر؟ ما هو مولانا قال هيفرع على الغلابه. عيب كده منك له دي معامله تعاملوا بيها سيدكم الولي يا عندال. معلش سامحهم يا مولانا. ده هو اللي هرقصكم امبارح من الذبح يا خونه. طب والله العظيم ما حد هياخد حاجه غير لما اخلص كلامي، والمؤدب بس اللي يستاهل. طب رد على البت قمر دي بقى. صحيح يا جحا، هم جابوا لك الهدايا دي ليه؟ لا السؤال هم اتفقوا معاه على ايه ضدكم؟ كفايه يا بنت. عيب ده مهما كان حماتي ابو شحيبر. يرضيكي العمل ده يا حماتي؟ ايه حماتي وحماكوا دي؟ اسكت يالا انت، خلي الولي يرد علينا. ما ترد يا مولانا، ولا بتاخد وقت تفكر عايز تقول لنا ايه وتضحك علينا بايه؟ لا كده بقى لازم ترد يا جحا. ردي هو رد على سؤالك يا ابو السعد عن الدكاكين. اللي هيصلح الدكاكين يا اخوانا مش انتوا الناس الغلابه، اللي هيصلح الدكاكين شهبندر التجار ذات نفسه وعيان البلد. شفتوا؟ والله كلام معقول يا ابو السعد. عرفتوا بقى انا كنت مجتمع معاهم ليه وعشانكم اتفقت على ايه. لكن هم هيصلحوها صحيح يا جحا؟ روح شوف بنفسك. اخص عليكم، اشتريتوا مع راجل بالكذب. صدقتوه اوام بقى عيان البلد وكبار السوق. محدش كبير للسوق دلوقتي غيري يا بنت مستكه. يا سلام، ليه يعني؟ بجد بقيت المحتسب يا جحا اهم من المحتسب يا حمامه. ببركه الفقير لله جحا بقت كل حاجه في ايدي، الصوامع والوكايل، القوافل اللي داخله واللي خارجه، حتى بكام يصلح الاسكاف البرطوشه، كل شيء بقى في ايدي. صدقت انه كلامه تخريف وفشوش. تاني يا بنت انتي. طيب وحياة امك مستكه لا نخلي كاس الغله ب10 دنانير عشان تنبطي بقى. اصبروا بس يا جماعه اصبروا. اعمل معروف يا جحا رخصها لنا. تمن غلالنا على قد حالنا يا جحا. الحق يا ابن السعد، الحق يا ابن السعد. عاوز ايه يا عبدو يا رخم؟ الحقوا يا اصحاب التكاكين. ولعوا فيها تاني؟ النجارين شغالين فيها بيصلحوا فيها يا اصحاب التكاكين. والشهبندر يا ولا واقف وسطهم بغاشة وصلت مع دندن وبيغنوا لهم يا اصحاب التكاكين. شفتوا يا حوش ايه اللي عمله لكم سيدكم ومولاكم الولي؟ يلا بقى يلا بينا يا اخوانا على الساحه. لا يلا على فين؟ اعمل معروف يا جحا، انت وعدت الناس الغلابه دول بالهدايا. لسه هم فاكرين يا ولا مش عايزين ينسوا. وعلي
علينا وبنتحرق عافية بني تاني لينا والشغل بكرة مالينا ويا دنيا طلي صلي صلي عالنبي صلي صلي يا همومنا ولت ولت ويا بركة حلت حلت القدس ملت ملت أسس وعلت صلي وصلي صلي صلي عالنبي صلي صلي وابني وحلت حلت ويا رب خلت خلت ولينا اللي خلت منصور تملك صلي ويقول جحا المصري لأهله وناسه إن البناء يعلى بمتانة أساسه ويقول جحا المصري لأهله وناسه إن البناء يعلى بمتانة أساسه وإن السمك يبدأ فساده في راسه وهو ده كلام الأولياء مش تقول لي صلي 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 عالنبي صلي صلي يا همومنا ولت ولت ويا بركة حلت حلت القدس ملت ملت أسس وعلت صلي 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 عالنبي صلي صلي وابني وحلت حلت ويا رب خلت خلت ولينا اللي خلت منصور تملك صلي. انتوا كلمتوا يا كابر. من لسانك يا شر. انت بالذات يا شاه بدر، انت تروح بنفسك تصلح الدكاكين، وده اللي هيلم الدور دلوقتي. وقصر جمارة نبنيه ازاي في وجود الدكاكين؟ ما هي مرسية في قصر نطلع فلوسنا ليه؟ كل ده يعملوا فيكم نصاب. جحا مش نصاب. صدقتوا انه والي زي ما صدقوه الجرابيع؟ محدش قال ان هو والي يا شر. اكيد بقى انه مخاوي جان. ايه اللي بتقولوه ده يا عيال؟ روح شوف بنفسك. ما هو كان قدام عينك يا شر لما يشوف العسكري اختفت وكانت فضيحه بجلاجل. وحضرها اسم الله عليه الوالي ومراته قدام الخلق كلهم. انا لسه ما ردتش على اللي حصل ده. ترد على ايه يا شر؟ ده شغل جان يابا. وعلى ما ترد تكون ضعت وضعنا ومسك امام البلد هو الجرابيع. جريع كامل، انتوا كده نسيتوا ان بلدكم دي فيها مقدم درك يحميكم ويحميها، واذا كنت فاكر يا شاه بندر. شوف يا شر واسمع، القصر هيتبني ولا حد هيقرب من الدكاكين اللي هتتصلح لحد ما نشوف حل ونظبطها. ولحد ما نظبطها هنشغله لحسابنا زي ما بنشغلك كده انت والوالي. بس الفرق انه بياخد اقل من اللي انتوا بتاخدوه 100 مره. كام توب كتان على كام شوال غلة على كام قفطان وكام بلغة. وبدل ما يسوق هو العوام ويدعي على دماغك ودماغ العجل بقى التمر، نسوق احنا لحد ما نوزنها. ازاي بقى سيدي الاعيان؟ ابعت هات الجابي والمحتسب وانت تعرف. عمياني كده؟ ده انا ابقى طرطور. لا سمح الله، احنا هنمشي السوق ببركة مولانا جحا وهنحدد معاه السعر اللي احنا عايزينه وهو يعلنه. لا البياعين يكحوا معانا ولا الجرابيع يعصوا. امر سيدهم ومولاهم بقى. يعني انتوا عايزين ابعت اجيب المحتسب والجابي عشان ينفذوا؟ بالظبط كده. ما تقعدوه بالمرة على كرسي الوالي زي ما عمل لنا فيها سلطان وطاح فينا. نفذ بدون كلام يا شر. ماشي ماشي يا شاه بندر، بس هتشوفوا النتيجة. كده يا زقزوق، كده نضفت وفقت وخدودك ورجت. تدخل معايا على الساحة الناس يقولوا هو ده حمار سيدنا الولي، مش أي حمار يا حمار. معقولة يابا بقى مولانا هو اللي بيحمل حمار؟ طب الناس تقول ايه؟ مش تندهل انا؟ يا ريت ما قلتها لك قبل كده، الولي اللي ملوش خير في حماره ملوش خير في اهل داره. حلو قوي الكلام ده، اديك قلتها بلسانك يا مولاي. وريني بقى بركاتك مع اهل دارك. عايز ايه يا ولد؟ مستكه بره ام قمر. طب يا اخويا روح شايلها اللي فاضل من الهدايا. لا ما هي جت وشالت خلاص، هي جايه النهارده عشان موضوع تاني خالص. بقول لك ايه يا شحيبر، انا وزقزوق دلوقتي طالعين على الساحه،
الناس مستنيين سيدهم الولي يقف معاهم وهم منتصرين، والاكابر بيصلحوا لهم الدكاكين، وشر المخبي اللعين مكسوره شوكته من ده سهرته، وبعدين تقول له مستكه يلا روح. يابا هي كلمه منك بس. هي كلمه جحا قالها خلاص. بدأ زمن الغلابه. على جحا طلي مهما تعطي قول يا حلولي. قولي يا دنيا على جحا طلي مهما تعطي قول يا حلولي. وده كل ده قرع اسطنبولي وحنوصل للحل الكلي. ما هو جحا استاذ حل الالغاز سايق الشيطانه على الهبلولي. يا جحا يا مصري العب يا قراي قطع في الظلمه والهوا بعصرهم. طلي يا دنيا على جحا طلي. الناس جنسين مقاسين نسيم حلو وصاد سالكين اولاد سامجين تقلا غلسين بينهم بعض قبل سموالسين. وجحا فراق ده والزقزاق وده مخ كبير وده وده منافولي. يا جحا يا مصري واللي قعدوا وهزر بس اما غباهم يهنونا طردهم. طلي يا دنيا على جحا طلي. طلي يا دنيا على جحا طلي مهما تعطي قول يا حلولي. ده كل قرع اسطنبولي وحنوصل للحل الكلي. جحا وحمار قايسين تقسيم احوال الدنيا ومقايسين وفي اي فساد ساب تصين سوى بالتسفيه سوى بالتلفين. زي النزناز انجاز اعجاز تنكي التفكيك كل الكل. يا جحا يا مصري علشان الاحوال الناس الخايفه والدنيا القاسيه. طلي يا دنيا على جحا طلي. دعما لثقافة الإنترنت ولفترة محدودة DSL بخصم 15% بفروع شركة صوت القاهرة، فرع روكسي، البورصة، الجيزة، المنصورة، المنيا،